الميم مش مجرد هزار. ليه لما يكون في خبر مهم بيظهر على التايم لاين بتاعنا بعد يومين 3 بيتنسي، لكن ميم لأ، ده ممكن يعيش معانا سنين ويتطور ويبقى جزء من اللغة اليومية اللي بنستعملها. ليه بقى؟ أول سبب هو الخفة. الميم بيتشاف في ثانيتين، بيتفهم من غير شرح، وبيتشارك بضغطة زر. أما السبب التاني الضحك والسخرية. الناس بتشارك الميم لأنها بتلاقي نفسها فيه. تالت حاجة المرونة. الميم بيتولد من حدث بس مش بيموت معاه، كل مرة بيتغير معناه بس روحه بتفضل ثابتة. رابع حاجة الميم أسرع من الخبر. قبل ما الصحفي يكتب مقال أو القناة تحضر تقرير بيكون الميم نزل وانتشر وأخد لايكات وشير. خامس نقطة الميم بيبني ذاكرة مشتركة. لما بنشوف ميم قديم بيرجعنا للحظة معينة. ميمات كورونا اللي هتفضل تفكرنا بالعزل، ميمات كاس العالم اللي بتجمع مشجعين من كل مكان. وفي الآخر الميم بيكمل لأنه بيتحرك بين الناس زي النكتة لما تكون جامدة بتنتقل من جيل لجيل. نفس الفكرة بس بسرعة الإنترنت. الخلاصة الميم وثيقة عاطفية بتسجل اللي بيحصل حوالينا بطريقة أبسط وأصدق من أي خبر، ويمكن ده سر قوته. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.